زي ما انا قلت في السلايد اللي فات اهو، اندرستاندنج الايكو سيستم. الايكو سيستم يعني مجتمع الدوت نت. مجتمع الدوت نت ده ماشي ازاي؟ بقول لك ان الدوت نت ايكو سيستم includes multiple components. في شويه components، في شويه حاجات تركيبات كانك بتجمع بازل، في شويه بازل مركبين الايكو سيستم كله على بعضه علشان في الاخر يخدمك ان انت تطلع كود نظيف، تطلع ملفات شغاله كويس، تطلع البرنامج بتاعك يشتغل كويس ما يحصلش فيه اي مشاكل. اول كومبوننت فيه مثلا اسمه الدوت نت اس دي كي. ده tools and libraries for building applications. بمعنى انا مثلا عايز اجيب السكوير روت لرقم سكوير روت اللي هو الجذر التربيعي. فانا مثلا اقول لك انا عايز الجذر التربيعي للاربعه مثلا او للاثنين او للثلاثه، فالتربيع. فهو الاس دي كي ده جوه فيه شويه لايبرز زي مثلا الماس، لايبرري الماس، في شويه لايبرز كده حلوين انت بتستخدمهم اوتوماتيك، وانت مش محتاج ان انت تمبلمنت السكوير روت فانكشن من جديد. هي انت بتقول له ماس دوت سكوير روت وتدي له الرقم بيطلع لك على طول الجذر التربيعي وهكذا. فالاس دي كي ده شويه تولز ومكتبات بيساعدوك ان انت تكتب الكود اسرع وافيشنتلي، وبتزود الانتاجيه بتاعتك انت كديفيلوبر. كمان في الدوت نت ران تايم. ايه الدوت نت ران تايم ده؟ بيقول لك ان هو بيكسكيوت الابلكيشنز اند بروفايد سيرفيسز such as garbage collection and type safety. بمعنى انت البرنامج بتاعك ربنا كرمك وخلصت السيستم بتاعك او المنظومه اللي انت شغال عليها ورحت اديتها للعميل، قلت له خد شغل. العميل ده عشان يشغل الكود بتاعك انت حاليا بتقدر تشغله فين؟ تشغله في بيئه الفيجوال ستوديو. انت عندك الفيجوال ستوديو هو اللي انت بتكتب فيه الكود، تمام؟ انت بعد ما طلعته انت مش هتروح تسطب فيجوال ستوديو عند العميل. ليه تسطب فيجوال ستوديو عند العميل؟ بتسطب حاجه اسمها الدوت نت ران تايم. اوقات بتبقى جايه مع الويندوز بيلت ان في الويندوز، واوقات انت لو انت بتستخدم نسخه جديده او نسخه احدث من الموجوده في الويندوز فانت بتروح تسطب الران تايم ده. الران تايم ده مهمته ان هو يبقى فاهم ان الاي اكس اي ده او الدي ال ال لايبرري دي محتاجه ان هي تكسكيوت الكوماند 1 2 3 4 5. هتعمل الانستراكشن واحد، هتعمل تعليمات رقم واحد، التعليمات رقم اتنين، وهكذا. طيب التعليمات دي ازاي المذر بورد او البروسيسور يفهم ان في تعليمات جايه له؟ فبيبقى في حاجه اسمها الران تايم. الران تايم ده بيبقى جواه مثلا جاربج كوليكشن، بيبقى جواه مثلا الجيت كومبايلر. الحاجات دي بتخليه ازاي يفهم التعليمات الكبيره الهاي ليفل دي، تخلي الكمبيوتر يفهم ان جايه له تعليمات كذا. تعليمات ان هو مثلا ينفذ السكوير روت يطلع سكوير روت، او تعليمات يطلع درجه الحراره الحاليه، وتعليمات يطلع الاحصائيه المعينه. فالران تايم ده هو اللي بيخلي هو اللي بيخلي البرنامج يشتغل اثناء ما هو شغال. يعني انت بمجرد ما تعمل دبل كليك على البرنامج وبدأ يقوم يعمل ران يشتغل، ده بقى اسمه ايه؟ ران تايم، ده شغال حاليا. كمان كومبوننت ال ASP.NET بيقول لك ان هو فريم ورك فور بيلدينج ويب ابلكيشنز. ان شاء الله لما نيجي للويب ابلكيشنز قدام هتلاقي نفسك بتتكلم بتقول لك انا عايز اعمل ASP.NET ابلكيشن او ASP.NET Core ابلكيشن. فهو ده فريم ورك او بيئه عمل انت بتستخدمها، تمبلت معينه او بيئه عمل معينه بتستخدمها علشان تطلع ويب سايت مثلا. فانت عشان تطلع ويب سايت وتبقى الدنيا سريعه والانتاجيه بتاعتك اعلى فانت بتستخدم ال ASP.NET. كمان عندك كومبوننت عظيمه جدا 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 تقعد تشكر فيها من هنا لاخر عمرك، اللي هي الانتيتي فروم ورك. بعد كده سواء الانتيتي فروم ورك الدوت نت او الدوت نت كور او الانتيتي فروم ورك كور. هي بيقول لك ان هي اوبجكت ريليشنال مابر، او اوقات كتير هنقول او ار ام فور داتابيز انتراكشن. بمعنى انت مثلا عندك ابلكيشن عايز يعرض معلومات عن الموظفين اللي موجودين عندك في الشركه بتاعتك، فانت محتاج ان انت الاب بتاعك او السيستم بتاعك يكلم داتابيز. طيب السيستم بتاعك هيكلم داتابيز ازاي؟ ما هو لازم يبقى في حد وسيط، لان الداتابيز دي مكتوبه بسيكوال سيرف مكتوبه بالسيكوال لانجوج. فهو السيكوال لانجوج دي انت السي شارب هتكلم السيكوال ازاي، وازاي هتخلي فيه تفاعل، يعني كأنك السيكوال دي اعتبرها اللغة الانجليزية، تمام؟ وفي النص واحد بيترجم ما بين الانجليش والعربي وانت بتتكلم عربي. فانت عايز السي شارب ده يكلم الراجل بتاع الانجليش ويفهمه، والراجل بتاع الانجليش ده
يكلم الراجل اللي بيتكلم عربي ويفهموا بعض، فبيبقى في واحد في النص كأنه مترجم ما بينهم أو كصلة وصل ما بينهم. يعني ممكن برضو تسميها كأنه إيه زي علي بابا كده، أو زي نون، أو زي أمازون، وسيلة وصل ما بين المورد. مين المورد في الحالة دي؟ اللي هي الداتابيز، بتورد الداتا للسيستم بتاعك. ومين العميل بتاع الداتابيز اللي المفروض بيسحب منها داتا؟ مين؟ البرنامج بتاعك. فأنا دلوقتي هيبقى كأنه وسيلة وصل. الانتيتي فريم ورك دي همزة الوصل ما بين المورد اللي هي الداتابيز وما بين العميل اللي هو البروجكت بتاعك. البروجكت بتاعك مش شرط ان هو بيقرا بس من الداتابيز، لا، ممكن يضيف ليها. ما هو انا الداتا اللي في الداتابيز دي انا ضفتها من فين؟ ما انا لازم اضيفها من الكود، من السي شارب. تمام. فهو ده همزة الوصل اللي بيخلي السي شارب والسيكوال بيكلموا بعض. الناجت دي باكج مانجر فور دوت نت لايبرز. الناجت دي برضو حاجة مهمة جدا. تخيل انت عايز تقرا من ملف اكسل، عايز تخلي البرنامج بتاعك يقرا من ملف اكسل، او يقرا من ملف وورد، او يقرا من ملف بي دي اف. تمام. فالناجت دي عبارة عن مكتبة كبيرة جدا، اعتبرها زي مثلا مكتبة الاسكندرية، او يمكن يعني كتبسيط قول ان هي مكتبة الاسكندرية. وانت محتاج ان انت تتعامل مع حاجة خارجية بره السيستم بتاعك، مثلا وليكن ملف اكسل اللي عايز تقرا فيه. فانت هتروح تقول للناجت انا عايز اكلم الاكسل، فهتلاقي الناس تقول لك ايه مثلا عايز تكلم ملف اكسل تقرا منه او تكتب فيه. فانت محتاج في الحالة دي ان انت تكلم مثلا مكتبة زي مكتبة الاي بي بلس مثلا. فانت عايز تكلم تقرا من ملف الاكسل بتاعك ده، او تكتب في ملف الاكسل ده. فانت محتاج تكلم مثلا ايه؟ الاي بي بلس. مثلا عايز تكلم وورد، فانت تروح تشوف المكتبة اللي بتكلم الوورد. عايز تكلم بي دي اف، تروح المكتبة اللي بتكلم البي دي اف. عايز مثلا تخلي الابليكيشن بتاعك يكلم الداتابيز، فانت هتروح تشوف اليوزنج اللي بيكلم الداتابيز مين، او مين اللي بيخلي اللي هو ريم او الانتيتي فريم ورك تعمل انتراكتيف ما بينها وما بين الابليكيشن بتاعك والداتابيز. فهو عباره عن حاجه كبيره جدا جواها شويه ملفات او شويه لايبرز حلوه كتيره جدا هتفيدك. هو ده الناجت باختصار، ان هو مساعد شخص ليك بيجيب لك الحاجات اللي بتقدر تخليك تنتراكت مع ناس تانية بسهولة ويسر. Together this component allow developer to create applications across different platform and devices. ده باختصار الايكو سيستم يعني بتاع الدوت نت. ده باختصار، كمان اختصار عشان بس عايزين تقروا اكتر ممكن تاخد العناوين دي وتسيرش بيها، هتلاقي ما شاء الله شروحات عظيمة.